احنا النهارده خرجنا خروجه جديده في المنصوره، جربنا فيها احلى برجر في المنصوره، واتفرجنا على ماتش المنتخب في كافيه رايق على النيل، ولعبنا بلاي ستيشن واحلى سباق عربيات، وتجربه مش هننساها في المنصوره. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعمونا بلايك وفولو، وتعالوا نعيش التجربه كامله مع بعض. منور المنصورة معاذ. منوره باهلها اهل الكرم. اول حاجه عملناها رحنا مطعم بروكلين اللي موجود قدام مستشفى الاطفال الجامعي. عاملين بوكس حلو قوي اسمه بوكس الوحوش ب 400 جنيه، فيه 4 سندوتشات، 2 بيف و2 تشيكن وبطاطس عائلي، يعني هيكفيك انت واصحابك. والصراحه البوكس ده قيمه مقابل سعر جامد جدا. سندوتش ايه واقف عليك ب 100 جنيه؟ يا انت الكيس يا ريس، انت والرجاله لموا بعضكم كده وتعالى خد البوكس ده. وبروكلين مشهور قوي بالهوم ميد برجر، واول مطعم يعملوا البرجر المحشي جبنه، وعشان كده جربنا عرض المارد. بيبقى عباره عن سندوتشين بيف محشي جبنه، بينزل معاهم بطاطس وبيك كولا. وعايز اقول لكم ان البرجر عندهم جامد جدا ومش اول مره نجربه. البرجر محشي جبنة عند بروكلين جامد قوي يا جدعان. ده غير ان المكان شيك والقعده بتاعته حلوه قوي، واتبسطنا هناك جدا. وكان معايا في الطلعه دي صديقي الاكيل معاذ وصديقنا الجديد احمد. عايز اقول لكم ان التشيكن عند بروكلين مميز جدا. مبسوط يا معاذ في بروكلين؟ طبعا في حد يكون قدامه بوكس الوحوش ما يكونش مبسوط؟ بعد كده رحنا كافيه اسمه سافا موجود على النيل عند المحافظه. المكان حلو قوي، والقعده بتاعت النيل دي مفيش احسن من كده. وكان وشنا حلو على المنتخب، واخيرا هنصعد كاس العالم يا جماعه. الف مبروك لكل واحد مصري، وهارد لك لكل واحد باركونا فاسي. وجربنا من عندهم احلى فرابيه بيستاشيو وباشن فروت اناناس. انت بتعمل ايه يا معاذ؟ هو طبعا لما تطلب عصير يطلع جوانا نسايع والطيار رايحه فين؟ والصراحه اتبسطنا جدا في سافا. بعد كده اتمشينا شويه على المشاية وعملنا احلى شوبينج. مش هيجي مقاسك مش هيجي مقاسك. بص نخش في كف ايدي بس. مش داخل مش داخل. ضيقنا كده خلاص. معاذ احنا فين دلوقتي؟ دلوقتي في المشاية بنتمشى في شوارع المنصوره الجميله. وختمنا يومنا في مكان اسمه اوف سايد هاب موجود في حي الجامعه. المكان مختلف الصراحه، وهتعيش فيه تجربه مش هتنساها. من اول الروم الدلع بتاعتهم اللي هتنتخ فيها براحتك وتلعب بقى بلاي ستيشن زي ما انت عايز انت واصحابك، والسيميليتور كار اللي مش هتلاقوها غير عندهم وبس، بجد لازم تجربوها. وكمان في روم كبيره زي السينما بالظبط عشان لو عندك مناسبه كبيره. وكمان في كافيه على اعلى مستوى، احنا جربنا احلى موهيتو من هناك. من الاخر كده خروجه المنصوره اتغيرت كتير، وهتتبسط فيها يعني هتتبسط. وبس كده نكون قضينا يوم جميل في المنصوره، واستنونا في مدن ومحافظات مصر كلها. 100%. اوه